أعلنت قناة الرياضية المغربية بشكل رسمي عن حصولها على حقوق البث الفضائي المباشر لمباراة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الزامبي، والتي ستجرى يوم الاثنين المقبل في مدينة لوساكا برسم الجولة الثامنة من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. المباراة ستقام على أرضية ملعب ليفي موانا ماسا بالعاصمة الزامبية، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت المغرب. ورغم أن أسود الأطلس ضمنوا تأهلهم رسميا إلى المونديال قبل جولتين من نهاية التصفيات، إلا أن المنتخب الوطني المغربي يدخل هذه المواجهة بعزيمة قوية من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية، والتي بلغت 13 انتصارا على التوالي، حيث يسعى لتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالي، تأكيد هيمنته على التصفية الإفريقية. الجماهير المغربية تترقب هذه المواجهة بشغف كبير، خاصة وأنها تأتي بعد العرض القوي أمام منتخب النيجر، حين حقق المنتخب الوطني فوزا ساحقا بخماسية نظيفة. المنتخب الزامبي من جهته يراهن على عاملي الأرض والجمهور لمحاولة إيقاف سلسلة الانتصارات المغربية، لكن أسود الأطلس بقيادة وليد الركراكي يدخلون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما رسخوا مكانتهم كواحد من أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية. وتعتبر مباراة المغرب وزامبيا اختبارا جديدا للمنتخب قبل خوض غمار نهائيات كأس إفريقيا التي ستقام على الأراضي المغربية، وكذا المونديال المقبل الذي سيحتضنه الثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.